المنتخب الأردني والمنتخب العراقي لقاء في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. المنتخب الأردني في المركز الثاني من المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متقدما على المنتخب العراقي بفارق الأهداف اللي بيملك نفس رصيد المنتخب الأردني 7 نقاط. المباراة ستقام في العراق في البصرة الساعة 7:15 غدا الخميس. المنتخب العراقي هو منتخب قوي جدا ومن أقوى منتخبات آسيا، ولكن المنتخب الأردني لا يقل شأن عن المنتخب العراقي. يعني في ناس بيقول لك المنتخب العراقي كعبه أعلى من المنتخب الأردني، لا، المنتخب الأردني منتخب محترم يهاب جانبه من جميع منتخبات آسيا وبشهادة كل النقاد. المباراة ستقام في العراق صحيح، والجماهير أغلبها عراقية، وهذا سلاح ذو حدين. يعني كل الضغط النفسي على المنتخب العراقي وعلى لاعبين منتخب العراق. وزير الرياضة العراقي ورئيس الاتحاد العراقي زاروا معسكر المنتخب العراقي، وهذا الإشي شكل أكيد ممكن إنه يشكل حماس ودافع على المنتخب العراقي، وممكن يكون عكسي على المنتخب العراقي. يعني الموضوع نفسي أصبح عند المنتخب العراقي، بده يفوز، بده يعوض خسارته ضد منتخب الأردن اللي كان كأس آسيا، وهذا ممكن يكون لصالح المنتخب الأردني. المنتخب العراقي استعد استعداد جيد لهذه المباراة، يعني من خلال متابعة معسكراته وصفوفه مكتملة. فنيا المنتخب العراقي يعتمد على الكرات الثابتة وعلى مهارة بعض لاعبيه كإبراهيم بايش وزيدان إقبال وأمجد عطوان وهدافه أيمن حسين. لكن على جمال السلامي أن يستغل العامل النفسي اللي بمر فيه المنتخب العراقي والضغط النفسي اللي بمر فيه لاعبين المنتخب العراقي. هم نعم يمتلكون مهارات، يمتلكون لاعبين جيدين جدا، وفي منهم لاعبين ممتازين، ولكن على جمال السلامي ان يستغل الموضوع النفسي اللي بمر فيه المنتخب العراقي، انه لازم احنا نفوز كعراقيين مباراة في ارضنا بين جمهورنا. لازم انه ما يبالغ في الدفاع ولا الهجوم، لازم يستغل اندفاع المنتخب العراقي ومباغتته في هجمات مرتدة تكون خطيرة وتشكل خطورة على مرمى المنتخب العراقي وتسجيل أهداف باستغلال سرعة موسى التعمري ويزن النعمات. جمال السلامي يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه كونه مدرب للمنتخب الأردني، ويطمح المنتخب الأردني والشعب الأردني والجماهير الأردنية الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى. المنتخب الأردني اختتم معسكر يوم الثلاثاء وسافر يوم الأربعاء صباحا إلى العراق. تصريحات المدرب جمال السلامي حكى أنه الفوز سيكون خطوة مهمة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم. المباراة ليست تأرية، وإنما هي تنافسية تأهيلية. هناك غيابات المنتخب الأردني، نور الروابدي وعارف الحاج أكيد لها تأثير، ولكن مش راح يكون تأثيرها زي غياب موسى التعمري. يعني غياب موسى التعمري في المباريات السابقة كان له تأثير على المنتخب الأردني، ولكن بنأمل أنه يكون في هناك حلول لغياب بعض اللاعبين من قبل الجهاز الفني، وفي لاعبين كثير موجودين في الأردن ممكن أنهم يسدوا ثغرة أي لاعب بغيب للإصابة. نتمنى الفوز لمنتخبنا الأردني غدا بإذن الله.